السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو وان شاء الله هيعجبكم كتير قوي. قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا عايزاكم تضغطوا لي لايك جميل حلو منكم كده، يشجعني دايما انزل لكم كل جديد. والنهارده كده بدايه كده عايزه اقول لكم والله لو عملتوا زي ما هقول لكم في الفيديو ده كده، لا الكتكوت هيبقى ببلاش حرفيا. لكن اللي بيحصل طبعا ناس كتير مش مدركه او مش فاهمه ان الكتكوت ده سعره في ايدينا، احنا مش محتاج ان احنا نشتكي منه او ان احنا نقول الكتكوت غالي جدا مش عارفين نتصرف ازاي. لا الحل في ايدينا، والغلاء ده احنا اللي بنعمله للاسف الشديد. عايزه اقول لكم النهارده في ارتفاع رهيب في سعر طبق البيض البلدي اللي وصل 155 جنيه النهارده، 151 من ارض المزرعه، وبتباع في المحلات النهارده طبق البيض ب 160. ويا ريت كل حد معايا من اي محافظه يقول لي طبق البيض البلدي النهارده وصل كام عندكم، لدرجه ان النهارده بيتباع الثلاث بيضات ب 20 جنيه، وده البيض البلدي. مبدئيا كده هنبدا بسعر الكتكوت الابيض النهارده وامبارح واول امبارح، واللي قلنا سعر الكتكوت الابيض ممكن ينزل بكل سهوله لو حصل مقاطعه عن شراء الكتكوت الابيض. النهارده هقول لك بكل بساطه، لو انت غاويه او حابه الكتكوت الابيض او حابه تربي حاجه تسمين، فالتسمين مش في الابيض بس، التسمين في حاجات كتير جدا، والحاجات دي والانواع الاخرى دي او الانواع التانية دي سهل جدا ان احنا نستخدمها في الشيش او في البانيه او فراخ مشويه او اي حاجه هتستخدمي بيها، او هيكون ليها استخدامات الفراخ البيضه وهيكون طعمها احسن. وكمان لو حبيتي تعمليها كمشروع فهي بتتباع باغلى من التسمين بكتير جدا، يعني كيلو اللحم بتاعها اغلى من التسمين، وكيلو والكتكوت بتاعها ارخص من التسمين. يا رب تكونوا فاهمين كلامي كويس. طيب ليه كلنا كده ما نيجيش نعمل دورة ساسو او دورة رزي؟ وانا طبعا بفضل الرزي، والساسو كويس جدا كمشروع، حلو جدا جدا ومكسبه حلو جدا، وفي ناس متخصصة في تربية الساسو وما بتربيش غيره، ولو قلت لها دورة الابيض هتكسب معاكي مكسب مفيش بعد كده برضو مش هتربي غير الساسو. ليه؟ لان اللي ربى الساسو عارف مكسبه وارباحه، فمش هيربي غيره حرفيا. لكن احنا بنقول اللي لسه طالع جديد او لسه طالع في المهنة كله ويدور على الكتكوت الابيض يقول لك اللي هو شهر وهيتباع وخلاص. عايزه اقول لك في الشهر ده مع تكلفه الكتكوت العاليه جدا، اللي هو اصلا لو انت منزل دوره كتاكيت كده عباره عن 100 كتكوت بس مش اكتر، فلو مات عندك كتكوت او 2 أو 3 هتلاقي مات عندك 3 كتاكيت ب 100 جنيه. متخيلين 3 كتاكيت ب 100 جنيه ميتين كده في الدوره؟ وممكن كمان يوصل معاك النافق لحد 5%، اللي هو 5 كتاكيت ب 150 جنيه يطلعوا لك نافق من الدوره نفسها. ده طبعا لو مفيش فيروس او حاجه، لكن لو في فيروس ممكن لا قدر الله يدمر لك الليله. وحتى لو ماتوا هم صغيرين ما اكلوش، احنا دايما بنقول ايه، طب الكتكوت اللي يموت ما يتكلفش، مش مشكله ان كانت تيجي على ثمن الكتكوت تبقى سهله. لكن للاسف النهارده لو جت على ثمن الكتكوت فهو ضربه جامده جدا. الكتكوت 35 جنيه ده مش قليل ومش شويه، فلما تيجي ضربه في الكتكوت فالكتكوت فعلا هيتكلف علينا مبلغ وقدره. طيب هرجع اقول لكم تاني، الناس اللي متعوده تجيب دوره فراخ ابيض ممكن دلوقتي دوره الفراخ الابيض ما تجازيش، وممكن تجازي مع ناس اللي هو يبقى لامم تمن الدوره ومعاه مكسب طفيف جدا، وممكن ناس ما تلمش تمن الدوره لو اتصابت بفيروس او الفراخ عندها مات او طلع عندها نافق كتير فما تلمش تمنها اصلا، يبقى فيها خساره. وكمان في ناس يعني اللي هنقول بتشتغل بايديها ومش متأجره مكان مش جايبه عامل ايجار، فدي اللي ممكن نقول يعني مشي معاها الحال شويه وجابت لمت تمن الدوره بتاعتها. لكن المكسب زي زمان ما اظنش ابدا ان هيكون في مكسب زي زمان، فعايز ارتفاع الكتكوت. عايزه اقول لكم ان الكتكوت قعد الثلاث والاربع والاثنين والثلاث والاربع نزل حوالي لحد ما نزل ل 28 جنيه. بعد كده الخميس راح طالع تانية ووصل من ارض المعمل 30 و31 و32، وده معمل يعني اهالي يعني قطعان، حتى كمان القطعان فيها افتراء وفيها يعني اقول لكم ايه. طيب والله معامل تفريغ مفتريه زي الشركات واكتر. اللي يجي يوم الخميس يلاقي في سحب عالي على الكتكوت
يقوم رافع الكتكوت من ارض المعمل ويقول لك 31 جنيه من ارض المعمل و30 جنيه من ارض المعمل. طيب فين بقى الامانه وفين بقى الناس المفروض تخاف على بعضها؟ وكله على دماغ المربي والمستهلك. يعني المربي سعر اللحم نازل جدا جدا، والمستهلك طبعا لو رفع السعر برضو هيجي على حساب المستهلك. كيلو الفراخ هيوصل 90 جنيه، لكن مفيش رفع عشان في عرض كتير جدا لكيلو الفراخ في السوق. فالعرض الكتير ده مخلي الفراخ سعرها نازل لحد النهارده. ليه؟ لان كل الناس ربت وكل الناس بتطلع الايام دي، يعني في عرض كتير في السوق متوفر. جربوا كده او نجرب كلنا كده ننزل دورة فراخ ساسو او فراخ رزي، بجد هتاكلوا وكمان هتكسبوا فيها جدا جدا. للناس اللي بتاكل ومتعودة تاكل الفراخ اللي بتشيل اوزان عالية، هاتي هجين عالي او هاتي رزي او هاتي ساسو دورة كده، واستني الدورة دي على التسمين، ما تنزلهاش لما كلنا كده ما نسحبش الكتكوت. فهيبقى العرض كتير في السوق، مفيش طلب، السعر هينزل غصب عنه، لان دي سلعه ما بتتخزنش. يعني سلعه الكتكوت دي سلعه في السوق ما بتتخزنش، ما ينفعش تتخزن اصلا. لو قعدت يوم وتاني يوم الكتكوت هيبات مش هيتشال، مفيش حد هياخده. الكتكوت مريش مش هيتاخد ولا هيتباع. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الرساله. وكمان عايزه اقول لكم ان طبق البيض البلدي النهارده وصل ل 151 جنيه من ارض المزرعه. واستنوني بكره في فيديو الاسعار طازه باذن الله. اشوفكم فيديو جديد.